مميز جدا لان الكرة بعيدة عن منطقة الجزاء حوالي 9 ياردات، ف9 ياردات يعني من حوالي 27 ياردة او من حوالي 8 ياردات عن منطقة الجزاء، فتخلي الحيطة يدخل منطقة الجزاء ياردتين 3، ففي مساحة من ورا الحيطة تسمح ان الكرة تعلى وبعدين تنزل تاني تحت العارضة. فده مكان مثالي للي هيلعب ضربة حرة، ان الكرة تعلى من فوق الحيطة وتنزل، لكن لو قريبة قوي ممكن تبقى مشكلة، بعيدة قوي تبقى مشكلة. مكان مميز يبحث عن اول اهداف اللقاء نادي الجونة. نلعب في الدقيقة 13، موقف صعب، اختبار صعب لنادي الزمالك، والحائط والحارس. نعم هدف اول، نعم هدف اول، اول اهداف اللقاء. مش قلت لكم لقاء صعب وهدف قد ياتي، وهو موقف صعب واختبار قوي جدا، اختبار قوي جدا جدا جدا. وحسن جمعة يتألق في غير ايامه، حسن جمعة بيتألق يوم الثلاث. نعم جمعة، ربنا يخلي جمعة يتقدم بأول أهداف اللقاء لنادي الجونة، وفرحة جماهير الجونة في المدرجات كبيرة، في لعبة جميلة ومثالية من مساحة قلت لحضراتكم وزاوية تسمح تماما ان الضربة الحرة تعلى من فوق الحيطة وتنزل. لو قريبة قوي بيبقى صعب انها تنزل تاني من فوق الحيطة، لو بعيدة قوي الحارس بيبقى عنده رد الفعل، لكن دي مثالية وجميلة وسريعة. راح عبد الواحد، هو راح بايدين الاثنين، حتى لو راح بايد واحدة ما كانش هيطولها. بينه وبينكم هدف جميل وممتع يستحق من خلاله حسن جمعة الإشادة والتحية. 1-0 للجونة. ابراهيم حسن وطارق سليمان. والزمالك استفادوا من الشمس ولا استفادوا من الهواء ولا حلاوة المية والبحر. الكرة العرضية قد يكون التعادل، قد يكون التعادل، وشيكا يسجل التعادل. عملها شيكابالا مرة، وعمرو زكي مرة، عمرو الانجليزي مرة، وشيكابالا بالعربي مرة. تيكت ايزي. الزمالك يعود بالعربي وبالانجليزي، انطلاقة واختراقة وعرضية وارضية، وبالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى يسجل شيكابالا عاشر اهدافه النجم الكبير، ويصبح هدافا للدوري من جديد. 1-1 بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني، وبعد ما خرج جمهور الزمالك من هدومه عاد من جديد للسعادة، للفرحة، للابتسامة، وجاءت بأقدام النجم الكبير شيكابالا. عنده مباراة مع الاتحاد الخميس القادم، مباراة كبيرة، مباراة مهمة أمام محمد عامر. فوز النادي الاتحاد يعيد إلى الثقة. النادي الأهلي نتمنى أن يعود لمستواه الطبيعي. وضربة الرأس والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني عملها صامويل أوكران، وضربة راس صعبة على الحراس لينجح نادي الجونة بعد 80 دقيقة، ومن ضربة حرة وبضربة راس صعبة على الحراس يقدم نادي الجونة الهدف الثاني، ونادي الزمالك هدف واحد فقط أكيد لا يكفي في المرحلة القادمة. 2-1. صامويل أوكران يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد ضربة راس في توقيت مناسب جدا وبإتقانه في الزاوية البعيدة لعبد الواحد السيد، لتصبح النتيجة 2-1 لنادي الجونة. تعليمات أنور سلامة للاعيبة بالتماسك، تعليمات للاعبين بالتغطية. نادي الزمالك